السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ فريدة أو فريدة كويزين. اليوم إن شاء الله بمناسبة وقت التشين ولا الكليمونتين ولا البرتقال ولا النافيل، كل واحد كيقول له. المهم بمناسبة أنه وقت التشين اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيكة خطيرة خطيرة بالتشين، كتجي فنة وخفيفة تقريبا حتى إلا جاو عندكم الضياف، يعني إلا غفلة في الساع كتوجد، كتخلطوها غير بالخلاط اليدوي. ما تحتاجوش نهائيًا الخلاط الكهربائي ولا قوة التمارة ولا بزاف نتاع المكونات، فكنخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. أول حاجة غادي نحتاج، عندي هنايا المول شوية كبير، غادي نضيف له 4 نتاع البيضات يكونوا متوسطين الحجم، معاهم واحد القبصة نتاع الملح. غادي نضيف كذلك كاس نتاع السكر الخاشن، وغادي نضيف 2 من سكر فانيلا، وغادي نزيد عليهم شوية نتاع الليم محكوك والتشين حتى هو محكوك. بالنسبة لي الليم هو الحامض، والتشين هو البرتقال. القشور ديالهم حكيتهم مليح، يعني وحدة من التشين ووحدة من الليم. زدتهم وحاولت أنني نخلط فقط بالخلاط اليدوي، ما استعملتش نهائيًا الخلاط الكهربائي. وحتى بالنسبة للبيض راه بعض المرات أنا راه ما كنجبدوش قبل، يعني بعض المرات بحال هكا من كنبغي ندير شي كيكة كنديرها في آخر لحظة، كيكون في الثلاجة كنجبدو مباشرة نديرو، ما كنستناش حتى يحمى ولا حتى يدفى، وراه كتصدق الكيكة 100%. ماشي ضروري يكون البيض بحرارة المطبخ. صافي خلطتهم مليح مع بعضياتهم، بعد زدت واحد الكاس يكون شوية متوسط كبير شوية على الكاس نتاع السكر. ضفت له واحد الليمة معصورة وواحد التشينة معصورة حتى هي، زدتهم مع داك الخليط، وغادي نزيد ليهم كاس نتاع الحليب. حتى هو راه كما شفتوا راه الحليب راه كان في الثلاجة، ما دفيتو ما حتى شي حاجة، حليب عادي كان عندكم بحرارة المطبخ أو في الثلاجة أو دافي، راه كتصدق الكيكة. غير نتوما حاولوا أنكم تتبعوا هاد الخطوات كتصدق 100%. بنفس الكاس غادي نعبّروا عاوتاني كاس نتاع الزيت النباتية. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج بالنسبة للسوائل والبيض، غادي نخلطهم مليح بالخلاط اليدوي حتى كينسجموا، ومن بعد غادي نضيف ليهم 2 من خميرات الحلوى. أنا عندي هنايا خميرات الحلوى من فئة 11 غرام، إلا عندكم فئة 7 غرام أو 8 غرام ديروا 3 من خميرات الحلوى. وغادي نبقى نضيف الفرينة تدريجيًا شوية بشوية. أنا عندي هنايا غادي نضيف الأول الكاس الأول. بالنسبة عاوتاني كاين الكيكة كاين اللي ما كتصدقلوش، اللي ما كيخدمش بنوعية جيدة الفرينة، بحال الفرينة نتاع العبار اللي كنشريوها غير بالعبار راها ما كتصدقش. حاولوا أنكم تشريو الإتقان ولا الكنز، يعني راه ماشي لا إشهار لا حتى شي حاجة، أنا كنقول لكم الفرينة اللي كنخدم بها أنايا باش كيصدق لي الكاطو، باش كتصدق لي الكيكات وكلشي. أنا حاليًا دروك خدمت بالإتقان، درت 2 كيسان، الكاس الأول وخلطت مليح، عاودت الكاس التاني وعاود خلطت مليح، ودروك غادي نضيف الكاس التالت حتى هو غادي نخلط المكونات مليح مع بعضياتهم. كما قلت لكم راه حتى الفرينة راه كتلعب واحد الدور كبير بالنسبة للكيكة ولا بالنسبة للكاطو، الصابلي كلشي. أنايا يعني داك الفرينة اللي كنخدم بها أنا هي الإتقان ولا الكنز. بجوج بيهم كيصدقوا لي 100%، ولكن أغلبية الكنز كنشريه غير من ما كنتلاقاش الإتقان صراحة. من بعد غادي نزيد لهم حتى واحد 2 معالق كبار، حيت جاتني حسيت بها بحال اللي عاد شوية خفيفة، غادي نزيد غير 2 معالق باش نقلع الشك وصايي. غادي نعاود نخلّط مليح، في نفس الوقت راه الفران شعلته يكون درجة الحرارة في الأول كنشعلوه شوية مجهدة باش يسخن على خاطرو، بصح من كندخلوا الكيكة كنردّو بحال الشمعة، كنقصلو مليح حيت عندي الفران تاع الغاز. صافي من بعد هنايا من بعد ما خلطت هادوك المكونات مليح غير بالخلاط اليدوي كيما شفتوا معايا، غادي نجيب المول، ها هو القوام ديالو كي كيجي. أنا عندي هاد المول هذا صراحة كندير فيه بزاف نتاع الحوايج، واعر فن، يعني ما غاديش ندموا عليه واخا الثمن ديالو شويه غالي. كديروا فيه الكيكات، كديروا فيه السلطه، كديروا فيه الكيكه مع الكريمه، كيجي كيحمق وما كيلصقش نهائيا. دهنتو شويه بالزبده ورشيت عليه الفرينه باش نتفادى انه يلصق لي، وغادي نخوي فيه داك الخليط ديالي وندخلو للفران كما قلت لكم. النار تكون ناقصه من ندخلوه للفران ويكون فران سخون. غادي ندخل النار اللي تكون النار عفوا ناقصة بزاف بحال الشمعة، وخليوها. واللي زين في هاد المول واخا كاع نسيتي على الكيكة حتى تشمي الريحة نتاعها عادو كتفكريها راه ما كيتحرقش، يعني المول راه شوية تقيل.
صافي من بعد ما غادي طيب من الجهة تنتفخ وطيب من الجهة التحتانية، غادي نهودها باش تحمر وصايي. من بعد ما غادي طيب لنا الكيكة غادي نعاودو نتلاقاو إن شاء الله. فصافي من بعد كيما شفتوا معايا هنايا راه طابت الكيكه نتاعنا. صراحه راه تقريبا دائما كندير نفس القوام اللي درتو دروك، بعد المره كتجيني طالعه اكثر من هكذا، ولكن بعد المرات راكم شفتوا بعينيكم كي جاتني. يعني راه بعد المره راها كتصدق كيما كتبغيوها تجي طالعه، بعد المره راها ما كتجيش طالعه بزاف. يعني راه نتيا وزهر كيما نقولوا في الجو، ولا ما نعرف. تقريبا انا راني كنديرها، كندير المكونات اللي كنديرهم دايما هما اللي درتهم معكم في الفيديو، غير بعض المرات كما قلت لكم راها كتجي طالعه اكثر من هكذا، وبعض المرات راها جات هكذا، ولكن حتى هكذا راه جات فنه فنه وجات مفخفخه من الداخل. والبنة يعني كتحمّق البنة ديالها. أنا غادي نوريكم من الداخل كي كتجي. تقريبًا يلاه واحد اليومين لا 3 أيام فاش درت بحالها، يعني أختها، ولكن جات لي طالعة شوية عاد على هكذا، ولكن نفس تقريبًا ديك مفخفخة وزوينة بزاف. يعني غير جربوها ما تجيش تندموا عليها. البنة نتاعها خطيرة، وكما شفتوا معايا راه حتى القوام ما فيهاش شي قوام اللي بزاف بزاف، بما أن التين راه رخيص يعني وراه موجود. غير جربوها لوليداتكم ولا ضيافكم، ما غاديش نهائيًا تندموا عليها. فكنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم. إلا عجبتكم كما العادة ما تنساوش تخليو لي إعجاب وكذلك التعاليق ديالكم، وكنقول لكم بالصحة والراحة، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.